المشاهير ليتس جو. حيث سيشرع المنتج والمخرج موازحم يحيى في منتصف شهر أكتوبر القادم في تصوير فيلم سينمائي يضم مجموعة من النجوم مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل الفيلم عنوان يد مريم، وهو من بطولة مشاهير سناب شات والانستغرام الذي يعول عليهم موازحم في تجربته الأولى من نوعها. ومن أسماء المشاركة في هذا الفيلم المعرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ريفكا وستانلي ونهلة تيفي وأمينة تفاحة. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الطلاب جامعة باب الزوار يذهبون في مغامرة تقودهم إلى جنوب الجزائر، أين تتطور الأحداث المليئة بالمغامرات والمواقف الكوميدية. هذه هي كانت آخر الأخبار إلى حين حول فيلم يد مريم إنتاج سينمائي جزائري. لنترككم مع ريفكا ولتسمعوا ما يتكلم عن هذا الفيلم وعن مومون لي زانفورماسيون اللي عطاوهم لي. واش على بالي انا الفيلم اسمه يد مريم. على بالي داك الوقت دابا كيتسمعوا هكا يد مريم، بصح كي تفهموا الحكايه وتشوفوا الفيلم تفهموا علاش سماوه يد مريم. بور لو مومون سي يد مريم. تري فيير اي تري كونطون. علاش؟ باسكو سي ان فيلم سينما الجيريان. لو رول برينسيبال الكبير كاع فينا ما يديباسيش 30 سنه، اي سا سي اون بروميير اون الجيري، اي سا في فريمون بليزير. وان شاء الله سي ان غران با بور لا نوفيل جينيراسيون ان شاء الله. سي ان فيلم اللي فيه لا سيونس فيكسيون ولا كوميدي. عباك ماني حاب نزيد نقول، عباك نديرو دوك نعيط في التليفون نقول لكم اش نقدر نزيد نقول لكم ولا لا، باسكو ما انا حاب نزيد نقول لكم. نقدر نتلاقى بكم بوزيو لي هاد لا كيسيون. انا حبيت نكون ما وراء الشاشه داير ليكرون على جال يما، باسكو سيتي سون ريف دونفونس. وقلت لها كنت صغير، قلت لها يما دركز لعلي انا نرياليزي لك الريف تاعك. كيما كان الحال الحمد لله. كوبيت مع لو رياليزاتور مزاحم. ها واش نقدر نقول لكم. لو فيلم راح يدور على ان جروب دامي يونيفرسيتير في لافاك تاع باب الزوار، يرفدوا البوس يروحوا به حتى للصحراء، وفي هاد الطريق في هاد الفواياج حتسرق وجا حكايه. هذا واش نقدر نقول لكم.